أهلا بيكم في حكاية جديدة من حكايات مع الناس. سنة 1994 شاب أمريكي اسمه رونالد أوبوس قرر إنه ينهي حياته بالقفز من فوق سطح مبنى مكون من 10 أدوار، وكان سايب رسالة بيعبر فيها عن يأسه من الحياة. بس يشاء القدر إنه يصاب بطلق ناري أثناء سقوطه من فوق المبنى، مع العلم إنه لو ما كانش أصيب بالطلق الناري ده ما كانش هيموت من السقوط من فوق المبنى، لأن كان في الدور السادس شبكة عاملينها عمال الصيانة كأمان ليهم وهم بيعملوا صيانة لبعض أجزاء المبنى. الشبكة ديت رونالد ما كانش يعلم بيها ولا حتى اللي أطلق النار كان يعلم بيها. التحريات أثبتت إن الطلق الناري أصاب رونالد في راسه، وكان خارج من نافذة شقة في الدور التاسع. الشقة ديت كان بيسكن فيها زوجين كبار في السن، وكانوا مشهورين بين الجيران إن هم دايما بيتخانقوا ويتشاجروا مع بعض. ووقت وقوع الحادثة كان الزوج بيهدد زوجته إنها لو ما سكتتش هيطلق النار عليها، وكان في حالة هياج وعصبية شديدة جدا. وفعلا ضغط على زناد المسدس وأطلق النار، وخرجت رصاصة من المسدس بس ما أصابتش الزوجة، خرجت من نافذة الشباك علشان تصيب رونالد في راسه. طبعا صدفة غريبة ومستحيل تتكرر تاني أو نادر ما هتحصل تاني، وبحسب القانون كده يعتبر الزوج العجوز هو القاتل، لأن الشبكة كانت ممكن تنقذ حياة رونالد. وفعلا بيتم القبض على العجوز بتهمة القتل غير العمد. وفي التحقيقات أصر إنه دايما كان بيتخانق مع مراته ودايما بيهددها بالقتل، بس دايما ما كانش بيحط رصاص في خزنة المسدس، يعني كان مجرد تهديد ليها. ومع استمرار التحقيقات تكشف إن أحد قرايب الزوجين شاف ابن الراجل العجوز وهو بيحط طلقات في خزنة المسدس، والكلام ده حصل من فترة قريبة. وكمان بالصدفة كانت أم الولد ده منعت عنه المصروف، علشان كده فكر إنه يخلص من أمه وأبوه في مرة واحدة، وملأ خزنة المسدس بالطلقات اللي خرجت منها رصاصة وأصابت رونالد في راسه زي ما قلنا لحضراتكم. وهنا القضية بتتحول لمسار تاني، لأن الابن كانت نيته القتل، فبالتالي هو كمان متورط في الجريمة حتى لو مش هو اللي استعمل المسدس. وهنا اتحولت تهمة قتل رونالد من الأب العجوز للابن. وهنا بتظهر مفاجأة جديدة في التحقيقات، بس المرة دي كانت مفاجأة مدوية جدا، وهي إن الابن اللي وضع الطلقات في خزنة المسدس علشان يتخلص من أبوه وأمه في مرة واحدة يطلع هو نفسه الشاب رونالد اللي كان بينهي حياته بالقفز من فوق المبنى، واللي أصابته الرصاصة في دماغه. يعني شوف سبحان الله، هو فكر إنه يتخلص بالرصاص ده من أبوه وأمه، هو اللي يتصاب بالرصاص اللي حطه بإيديه، وهو قرر ينهي حياته لأن بالصدفة الخناق ما كانش شديد الفترة ديت بين أبوه وأمه، علشان كده أبوه ما أطلقش النار على أمه غير المرة اللي حصل فيها المشكلة ديت. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم إن أمه أصلا منعت عنه المصروف وما كانش معاه فلوس، فقرر ينهي حياته وتنتهي القضية على إن القاتل هو نفسه القتيل، ويتقفل ملف القضية على كده. لو عجبتك القصة شاركها مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساش من دعمنا بلايك للفيديو علشان ينتشر، ولو أول مرة تشوفنا يشرفنا اشتراكك في القناة. واستنونا في حكاية تانية جديدة من حكايات مع الناس. ومع الناس عشنا حكايات مع الناس قناة كل الناس.